بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نشرح لكم إن شاء الله عن كيفية عمل الخضاب الأسود اليمني باعتبار بين قوسين النكش الأسود، وعن كيفية عمله أو ميزته ونوعيته. سوف أشرح وأوضح للمبتدئات لعمل النكش الخضاب الأسود. أولا يكون الخضاب من الحجر الأسود المميز عندنا هنا في اليمن، الخضاب الأسود. ثانيا ضروري من أن يكون الخضاب من النوع المائل السائل اللامع، وأن يكون سوف نقوم بطحن الخضاب الأسود وسكبه إلى الكأس، ونضع قليلا من الملح. ففرضا يكون البعض الآخر يقول يكون التحسس من النكش. لا، التحسس لم يكن من النكش، التحسس يكون من كثرة الملح، وإذا قل يعني انتحاء الخضاب، وإذا كثر يجرح اليد أو يحركها. فضروري أن يكون خفيف، يعني بمقدار يعني نجعل الفرشة أو تحرقها بين الملح. إذا زاد جرح اليد، وإذا قل يكون لونه فاتح ما يغمق من لونه، بمعنى ينتهى لونه. وهذا هو يعني كيفية عمل الخضاب. وميزته يكون النوع يعني الدرجة الأولى من الخضاب يكون النوع اللامع. وإذا كان النوع لامع أول شيء يعني يتم نقعه بماء أولا وتجديده بالعطر. وإذا كان جاف ضروري أن نكون ملح وعطر. وبعد ما تتم عملية النكش نعطيه فازلين خفيف، ثم رشة بودرة خفيفة، وضمه في طرحات قماش ناعم لمدة 2 ساعات لكي يثبت ويكون لونه أغمق وأغمق، ويتم غسله بعد 6-7 ساعات. وهذا هو النكش القديم الصنعاني. الذي حابة تتعلم النكش القديم الصنعاني اليمني بهذا الأسلوب على خيوط ونقاط تنتهي برسمة الورد الجوري المفتوح أو المغلق، أو الذي ما تقدر أن تضع كمية الملح لكي لا يكون في تحسس للجسم، لأن بعض النساء يقول في تحسس للجسم من الخضاب. لا يمكن التحسس إلا من كثرة الملح. واللي ما تقدر يعني تعطي كمية الملح للنكش تعطي ماء البحر لكي ما يكون في تجريح لليد،